كثير من الإعلاميين الجزائريين سبق لهم تغطية أحداث في القارة السمراء، لكن القلة منهم من حولوا تجربتهم إلى مؤلفات تلخص رحلاتهم في أدغال إفريقيا. كتاب رحلات جزائري في ربوع إفريقيا لصاحبه نجم الدين سيدي عثمان يلخص كواليس تغطيات صحفية يغوص عبرها في عمق 10 بلدان إفريقية في تجربة امتدت لسنوات طويلة. عنوان الكتاب يغني عن المحتوى، هي رحلات إفريقية في العمق الإفريقي في 10 دول إفريقية خلال تغطيات صحفية قمنا بها بلغة بسيطة تمزج بين السرد الأدبي واللغة الصحفية وتلامس إلى حد ما أدبيات كتاب الرحلات. يعود عبرها نجم إلى محطات مثيرة ومغامرات فريدة من نوعها عيشها خلال تغطيته لمباريات المنتخب والأندية الجزائرية. هذا كتاب في أدب الرحلة، يزوج بين السرد الأدبي والسياق الصحفي. لغة الخطاب الصحفية ساقت النص إلى شكله النهائي، فيه انطباعات، فيه كلام، فيه مشاهدات، فيه أحداث، قصص قصيرة، فيه الكثير من الإنسانية بين السطور. المؤلف الذي يحتوي على 280 صفحة يمثل عرب المصطلح الصحفي الجزائري مع جذوره الإفريقية. كتاب من 280 صفحة هو مصالحة مع إفريقيتنا، مع جذورنا. شيء من كتاب فيه انطباعات، فيه كلام، فيه مشاهدات، فيه أحداث، قصص قصيرة. نوستالجيا قارة السمراء أرادها نجم الدين سيدي عثمان على شاكلة أسفار ابن بطوطة ليكون للوصال شجن الإبحار عبر الزمن.